نقول لك احنا مبروك ايضا. الله يبارك فيك يا رحم والديك، جزاك خير. جزاك الله خير، جزاك الله خير خالد، شكرا لك. اتصال جديد. الو. ايوه الو. نعم. هلا، من معنا؟ لطيفة سعد. لطيفة سعد، تفضلي لطيفة وشوف الأرقام. لطيفة تختاري رقم. اسمعينا من الهاتف يا لطيفة يا ليت يعني. رقم واحد. رقم واحد للطيفة. من الجمهور تختاري من 1 إلى 37، ونيابة عنك يا لطيفة أحد الجمهور رايح يقوم بأداء هذه اللعبة. من تختاري من 1 إلى 37؟ واحد. واحد. رقم واحد وينه؟ ما شاء الله، تفضل. أسرع شوي إذا تكرمت وتفضل. والله أخذت الطريق الطويل. دايري، ماخذ الدايري. أي واحد فيهم؟ طلال ولا محمد؟ طب خلينا نشوف اسمك، ما عرفتنا على اسمك. فهد. فهد ايش؟ الشلوي. فهد، يلا هلا وسهلا. وتستعين بالاستاذ محمد يعني الطميحي؟ والله عاد انت وحظك انت، ما ادري يعني. باك تساعد. ها نبدا يا ابو فهد. ما ادري انت خلاص، هو بدا ما منتظرنا اصلا يعني. فهد واضحه المساله. طيب افترض احنا نبدا هنا وبعدين. طب نسيت؟ ها متاكد؟ طيب 4 و7. ما شاء الله تبارك الله. طيب شكرا فهد، وتحية للطيفة أيضا. ستدخلان السحب ما عدا محمد الطميحي، ما راح يدخل اسمه بالسحب يعني. ايش ما لنا نصيب يا يعني نصيبك انه بس تبقى معنا الليلة وتساعد الجمهور. هذا يكفينا. نصيبنا احنا منك يعني. اتصال جديد. الو. الو. يا هلا. سلام. عليكم السلام، من معنا؟ عواطف دباني. عواطف، تفضلي يا عواطف، اختاري رقم من الارقام 2 و7 و8. نعم. رقم عواطف. عواطف. ايوه رقم 2. رقم 2 لعواطف. حكم وامثال. طلال. اول شيء انا حاب اول شيء قبل اقول شو اسمه المثل اللي عندي، اي، اني اشكر وزاره الصحه على جهودها الرائعه في خدمه المواطنين. هذه شكر يعني جدا جدا لابد يعني شو علاقه وزاره الصحه؟ ما ادري والله، ايش رايك؟ والله عاد تفهم يا عواطف. يلا تعال خلينا نشوف. يلا عواطف، شوفي الفنان طلال السدر في هذا المشهد الصامت، البنتومايم تسموه انتم. عواطف. واضح. ايش رايك يا عواطف؟ فهمتي شيء؟ ايوه الصحة. نعم. الصحة عالتاج. ايوه. كملي كمان، باقي كم سطرين 3. الصحة على التاج. الصحة على التاج. الصحة تاج. على رؤوسه. على رؤوس الأصحاء. يلا صحيح. الصحة طبعا كانت مبادرة يعني ذكية من طلال، وشكر وزارة الصحة. بعدين قال إنه الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. إيش رأيك؟ أنا أحتاج صراحة ممثل. أيوة، لأنه أحتاج، لأنه افترض إنه يمثل بدل ما يقول كيف لا ما بإمكانك تسجل احتجاجك. راح أسجل احتجاج. نعم. وراح أغشش المتصل اللي يتصل علي زي ما هو غشش المتصل. تساعده. خلينا نتفق على المساعدة يعني. ها. اوكي. اتصال جديد. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. واضحة عايد القحطاني. واضحة، تفضلي يا واضحة. تفضلي شوفي باقي 7 و8 معنا. تفضلي. 8.
كم طبعا هذا السؤال أول قبل ما نسألك السؤال هذا شاهدي معنا وضحة ومع المشاهدين والجمهور والضيفين هذه المشاهد من الصومال. ونعود عندنا سؤال. وضحة. نعم. هذه مشاهد من الصومال. طبعا عندنا هذا السؤال وهذه المشاهد لأنه هناك حملة وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ربنا يحفظه إن شاء الله لإغاثة إخواننا وأخواتنا هناك في الصومال. عندنا هذا السؤال وطبعا إن شاء الله حنتحدث عن هذا الموضوع في حلقاتنا المقبلة غدا وبعد غد. الحملة تبدأ غدا لكن ودنا نذكر الناس بها الليلة. السؤال الآن كم عدد الذين فروا من العاصمة مقديشو خلال الستة أشهر الماضية؟ خلال 6 أشهر فر أعداد آلاف كثيرة. كم عددهم؟ طبعا عندنا عد لا يفتى ومالك هنا يعني. طبعا كل الأرقام عندي ولكن في البداية أنا بتكلم عن الموضوع الصومالي بحكم ربما مجال عملي في مجال الأخبار دائما نتابع أخبار من هذا النوع والكارثة احنا عاجزين في وسائل الإعلام أن نوصلها. احنا نتكلم عن مجاعة لها سنوات طويلة جدا ما حصلت في القرن الأفريقي. هناك حروب في الصومال هناك أزمات في الصومال وبالفعل أتمنى من كل القادرين وحتى لو بالشيء البسيط على المشاركة في الحملة التي أمر بها خادم الحرمين غدا لإغاثة الشعب الصومالي الشقيق. جميل طبعا هذه جميل الرسالة. جميل هذا كلام مهم. طيب وإن شاء الله إذا أنت فزتي بالجائزة سواء كانت سيارة أو مبلغ نقدي أنا راح أساعدك أنك تفوزي فيها بشرط واحد أنك تتبرعي فيها للشعب الصومالي. اتفقنا؟ لا مو كلها تتبرع فيها بجزء لا منها أنا يعني. أنا مصر ولا ما راح أعطيها الإجابة صراحة. سمعنا إجابة خلنا اسمع إجابة يا وضحة وبعدين واضحة تقرري. توعديني تتبرعين فيها للشعب الصومالي؟ جزء لا يعني خلينا نسمعها. طب أعطوها فرصة نسمعها. تتبرعين يعني فيها للشعب الصومالي؟ واضحة؟ نعم. تتبرعين فيها للشعب الصومالي؟ ما ودي أنا ممكن تقول. طيب. ايوه بتحرجها يمكن ما طيب يعني يمكن في حاجه للسياره يا محمد. طيب باشا هو بس مجرد تشجيع لك وانا متاكد انك انت راح تتبرعين فيها. تشجيع طبعا يعني هو رساله واحده يمكن ب 10 ريال تكفي من كل واحد. على العموم انا على اساس اضمن ان الحمله ان شاء الله تنجح وتشارك فيها وضحى وكل الساده المشاهدين. تفضل. كم؟ حوالي 100,000 شخص. اذا حوالي 100,000 شخص هم الناس اللي فروا من العاصمه مقديشو هربا من الحرب والجوع في الشهور الماضيه. طيب خلال أنا أول شيء أقول عن الحملة هذه أول شيء نشكر أبونا وملكنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله على هذه البادرة اللي مي غريبة عليه. وأنا متأكد أن جميع الشعب السعودي راح يشارك فيها كما هو معتاد يعني منا راح يشارك فيها الحملة. وهذا واجب إسلامي قبل ما يكون واجب عربي يعني وديني يعني. يعني فأنا قاعد أقول الإجابة الصحيحة 25,000 لكن أنا ما أعتقد أنها 25. إيش رأي واضحة؟ خلينا نشوف رأي واضحة أنه تأخرنا كثير. إيش رأي واضحة؟ هل العدد عيد الإجابة باختصار. الإجابتين باختصار 100,000 أو 25,000 الذين هربوا من مقديشو خلال ال6 الأشهر الماضية. الإجابة الأولى إن شاء الله. 100,000 نعم صحيح. اتصال جديد. الو هلا تفضلي. من معنا؟ ندى عبد الله. ندى عبد الله تفضلي ندى. بقي رقم 7 وهو أعلام. هذا علم لدولة. شوفي هذا العلم ندى وقولي لنا لأي دولة هذا العلم. تعرفي لأي دولة هذا العلم ندى معنا؟ اي معك. احنا قبل شوي ترى قاعدين نتكلم عن موضوع مهم وقد هذا يعني يعطيك دلالة واحنا يعني حاطين. يا سلام عشان يعني ما نتأخر كثير.
نعم، هذا هو علم الصومال. طبعا أيضا كل هذه الأسئلة قدمناها في هذه الحلقة لنذكركم مشاهدينا الكرام كما قلنا قبل قليل بالحملة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله. وطبعا أنا اليوم سمعت كلام كثير من الناس يقولوا ما دام والدنا عبد الله قال لنا تبرعوا فإحنا وراه، وإن شاء الله نرى ذلك غدا. انتهت لوحتنا الأولى مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لكم بعد قليل. من جديد مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. مباشرة نذكركم بسؤال حلقة البارحة، والسؤال 20 في الحلقة 20. ذكر أو ورد ذكر الأنف في القرآن الكريم مرة واحدة، ففي أي سورة؟ بالتأكيد في سورة المائدة. هذه الإجابة الصحيحة. والآن نشاهد سؤال حلقة هذه الليلة: من أول وزير بترول وزير للبترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية؟ هل هو الشيخ عبد الله بن حمود الطريقي أم الدكتور أحمد بن زكي يماني؟ طبعا اختاروا الإجابة الصحيحة والأرقام تشاهدونها أمامكم. الآن نشاهد 25 اسما ممن اختارهم الحاسب الآلي عشوائيا للدخول في السحب في نهاية هذه الحلقة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة ثانية في هذه الحلقة من برنامج سباق المشاهدين، ومرة ثالثة مرحبا بمحمد الطميحي وطلال السدر. مباشرة مشاهدينا الكرام إلى لوحتنا الثانية. أول اتصال. ألو. مرحبا يا هلا، من معنا؟ مساك الله بالخير ابو فهد. الله يمسيك بالنور. مشعل فهد النفيعي. مشعل من المنطقه الشرقيه. هلا وسهلا مشعل، يسعد مساك، تفضل. مساك الله بالخير انت وضيوفك الكرام. وضيوفي يسمعونك ايضا ويقولون لك شكرا ويسعد مساك يقولوا. يلا مشعل اختار رقم الارقام. ان شاء الله رقم مبروك، ابي رقم 8. ما شاء الله تبارك الله. لا عاد يعني كيف عرفت يعني انه 8 مبروك؟ الله يبارك فيك، والله حظ ونصيب. الله يبارك فيك يا ابو فهد. تسلم. مبروك ان شاء الله للسياره باذن الله. يلا لا تروح بعيد. مشعل النفيعي، شوف مشعل النفيعي، خلينا نشوف بيفوز بالسياره. انت متفائل بانك تفوز بالسياره الليله؟ والله زي ما